في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. بالأسماء 6 حراس مرمى يتوجهون إلى السفارة الأمريكية بفرمان من حسام حسن. وضع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول 6 حراس ضمن القائمة الأولية للمنتخب في ظل اختيارات العميد لقائمة المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها 3 دول: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وذكرت تقارير صحفية اليوم إن حسام حسن استقر على ضم 4 حراس في القائمة النهائية لمنتخب مصر في المونديال، لكنه وضع 6 حراس في القائمة الأولية، مطالبا من الحراس محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان وأحمد الشناوي ومحمد علاء عبد العزيز البلعوطي بالتوجه إلى السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة أمريكا. ويشار إلى أن الرباعي الأقرب للتواجد في كأس العالم في القائمة النهائية هم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان وأحمد الشناوي. ومن المنتظر أن تحدد مباراة منتخب مصر الودية أمام روسيا يوم 28 مايو الجاري ملامح القائمة النهائية اللي هيرسلها الجهاز الفني للاتحاد الدولي فيفا يوم 31 من الشهر نفسه، اللي هتضم 26 لاعب بحد أقصى.